بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سأتحدث عن الحجاب وعن بعض أحكامه، فهو أمر ضروري ينبغي علينا طرحه وطرح أحكامه ومناقشة بعض الشبهات حوله، لأن الحجاب قد حصل فيه خلط كثير، ودخلت الأهواء والرغبات الشخصية واندمجت مع الشريعة، وأصبح كثير من الإخوة والأخوات لا يفرقون بين حكم الشرع وبين فعل الناس. هذا والله مما يحصل كثيرا. أولا، قبل أن نبدأ في الأحكام الشرعية نبدأ باختصار أن الحجاب موجود من قبل الإسلام، موجود عند اليهودية وعند النصرانية، ولا أحب أذكر نصوصهم حتى لا أطيل عليكم، ولكن هو ثابت بنصوص التوراة والإنجيل. أما في الإسلام فقد جاء الإسلام إلى العرب وهم قوم أقحاح لديهم الغيرة، وكانوا في الجاهلية يذكرون بعض الشعر مما يدل على غيرته. قال أحدهم: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه وأخذنا باليدين تحتمي، أي أنه سقط خمارها ولم ترد إسقاطه وأخذت بيديها تحتمي حتى تغطي وجهها. وهذا معروف كثير عند أشعار العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق الحجاب، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل عنها قال هكذا: وغطى وجهه وأبدى عينا واحدة للرؤيا. وهذا ثابت في كتب التفسير. بل سئل ابن مسعود رضي الله عنه عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقال رضي الله عنه: الثياب. وقد أطال الإمام محمد الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في شرح هذه الآيات وبيان أن الإسلام قد أمر بتغطية الوجه، وأن تغطية الوجه ثابت، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كنا في الصحيح كنا نكشف عن وجوهنا فإذا مر القوم أو حاذونا اسدلنا عليه الخمار. وقالت رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار ما إن نزلت آية الحجاب إلا خرجنا كالغربان لا يعرفن من الغلس. والحديث رواه البخاري. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن والصحابيات رضي الله عنهن كن يغطين وجوههن، وكن يتحجبن، وكن يسرن بجوار الطريق. روى الإمام أبو داود رحمه الله أن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر وتسير بجوار الطريق حتى يلتصق ثوبها بالجدار لشدة لصوقها به رضي الله عنها وارضاها. هذا حال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خصص النبي صلى الله عليه وسلم بابا للنساء، باب كما في صحيح البخاري قال: اجعلوا هذا الباب للنساء. قال نافع: فما دخل